الميركاتو عدى ولا لمحته؟ يا إدارة بيراميدز فوقه لو سمحتوا. جمهور بيراميدز العظيم، منورين كوكب نادي بيراميدز، زعيم قارة أفريقيا واللي عامل حالة قلق ورعب لأندية كبيرة جوه مصر وبره مصر، وقريب كمان هيبقى بره قارة أفريقيا كمان. أنا يوسف البيراميدزاوي، ويلا بينا نبدأ حلقتنا بعد الانترو. رمضان ورمضان كرة. بص، انا عارف ان اللي كنا بنحلم بيه ما حصلش. لو انت كان نفسنا ان النادي كله كده يتفور، وكل اللي ملوش لازمه يروح بيته، واللي ليه لازمه يقعد ويتجدد له، ونبدا على نظافه نعوض واحده واحده الضعف اللي موجود في اكتر من مركز، ونعمل صفقات ضرب نار ونخرب الدنيا اجانب. وده ما حصلش للاسف. اللعيبه اللي انا وانت نفسنا يمشوا من النادي قاعدين وبيجددوا كمان يا معلم، وده طبعا قمه العبث. بس تمام، خلينا نقول نص العمى ولا العمى كله. هو على الأقل عملنا كام صفقة محترمين، واللعيبة اللي رجعت من الإعراض دي أنا بعتبرها صفقات برضه. فخلينا كده نمسك مركز مركز ونشوف حصل فيه إيه. نبدأ من حراسة المرمى، وأخيرا الصفقة اللي أنا وأنت نفسنا تحصل من 3 مواسم حصلت أخيرا، ومحمود جاد بيراميدزاوي. وأتوقع له بإذن الله مستقبل كبير مع الكبير بيراميدز في الدوري المصري وفي أفريقيا وفي كأس العالم بإذن الله. الحمد لله نقدر نقول إننا بقى عندنا حارس مرمى تقيل، ولما هنتزنق في حد هيبقى عندك الشناوي احتياطي وبعديه شريف إكرامي، وهيأدوا الغرض. بس ربنا يبارك لنا في جاد، وربنا يحميك يا ابني من أي إصابات وأي حاجة وحشة. ندخل بعد كده على السرد باكات، وبالفعل قدر نادي بيراميدز يقنع أسطورة الدفاع في مصر وفي الوطن العربي بل في العالم، اللعيب اللي بسببه خسرنا الدوري الموسم اللي فات، علي جبر. جدد موسمين، وحقيقة أنا مش فاهم هو ماسك علينا إيه لحد دلوقتي. لو ضايقك خبر علي جبر فأنا عايزك تتفائل كده وتهدى، لأن في صفقة محترمة، قلب دفاع قوي جدا رجع لنا من الإعارة بالسلامة، وهو عبد الرحمن جودة. والأحلى من كل ده كمان إن أسامة جلال الموسم ده راجع بقوة بعد الإصابة، ربنا يشفيه ويبعده عن الإصابات. راجع هو من جواه عايز يعمل حاجة، بيحاول فعلا يوصل للمستوى اللي كان عليه قبل كده، وأنا متفائل بيه جدا الموسم ده. فأنا مش عايزك تقلق، انسى علي جبر خالص. انت عندك دلوقتي أسامة جلال وعبد الرحمن جودة، وطبعا الاتنين اللي شالوا النادي الموسم اللي فات، مرعي وسامي. فانت كده المفروض تكون مطمن ومرتاح نفسيا مبدئيا لقلب الدفاع. بالنسبة للباكات، عندك في اليمين الشيبي أسطورتنا، ولا كلمة، مفيش كلمة تقال بعد كلمة الشيبي، وللأسف ملوش بديل. مفيش بديل، وحتى لو في بديل عمره ما هيكون بنفس مستوى الشيبي، فربنا يستر. كنا محتاجين بديل للشيبي قوي. في الباك الشمال عندك حمدي، وطبعا كريم حافظ البديل بتاعه، والاتنين حقيقي أنا مش مقتنع بيهم. وكان نفسي برضو في باك شمال على مستوى الشيبي، بس برضو ما حصلش أي صفقة في مركز الباك الشمال، ولسه مستمرين بحمدي وحافظ. هنخش بعد كده على وسط الملعب، وللأسف توريه مكمل مع بيراميدز ممشيش. بس على الأقل الحمد لله في أكتر من لاعب جم إضافة على وسط الملعب، أولهم الصفقة المحترمة جدا محمد رضا بوبو، راجع من الإعارة، واللي أنا متفائل بيه جدا، واللي حقيقي هينقل وسط الملعب عندنا لحتة تانية. أتمنى الموسم ده ما أشوفش بلاتي توريه كتير، مش عايز أشوفه في الملعب. وعندك بدايل كتير، فيا ريت نبعد عن توريه الموسم ده. عندك ناس كتير محترمة في وسط الملعب بقى، لو عديت مش هتخلص. انت عندك دلوقتي الكارتي، قطة، بوبو، وأكيد مش هننسى لاشين وزلاكا ويوسف أوباما. انت عندك ناس كتير تقيلة في وسط الملعب، فمش عايزين نلجأ لبلاتي توريه دلوقتي خالص لحد ما يمشي بقى. بالنسبة للوينجات، عندنا الوينج اليمين في منافسة ما بين مصطفى فتحي وعبد الرحمن مجدي. أنا متفائل بعبد الرحمن مجدي، وأتمنى إن مصطفى فتحي يبقى في مستوى فعلا يليق بنادي بيراميدز، لأن هو مش عاجبني إطلاقا. بس أعتقد وجود منافسة بينه وبين عبد الرحمن مجدي ممكن تخليه يقرص على نفسه شوية. وبرضه هرجع أقول لك كان نفسي في وينج يمين أجنبي. بس سيبك من اليمين دلوقتي، عندنا في الشمال مفاجأة قوية جدا، وأخيرا اللي أنا وأنت نفسنا فيه من ساعة ما كينو مشي حصل، وجبنا جناح برازيلي وأسمر، وبعون الله هيرقصهم كلهم صنبا، اللاعب إيفرتون دا سيلفا، اللي أنا حقيقي متفائل بيه جدا، ونفسي يرجع لنا أيام الشقاوة بتاعت زمان وكينو والأرتو والحاجات الحلوة دي.
انا متفائل جدا جدا جدا. نفس المركز هنلاقي بيراميدز عمل صفقة تانية وهي مصطفى زيكو، وكلنا عارفين ان زيكو طريقة لعبه مختلفة شوية، هو وينج شمال بس بيسقط لتحت شوية وبيبقى كأنه مهاجم متأخر او صانع العاب، فانا حقيقي متفائل بيه جدا. في الهجوم عندك طبعا فيستون مايلي وبرضه ملوش بديل، وكنت اتمنى يكون ليه بديل اجنبي برضه وما حصلش نصيب. لو جينا نلقي نظرة عامة على الفرقة هتلاقي إن اللي حصل مش وحش خالص. عايزك تبقى متفائل، إحنا بقى عندنا حارس مرمى، عارف يعني إيه؟ بقى عندنا دفاع. دي كلها حاجات إحنا ما كناش نسمع عنها، ما كنا محرومين منها. فأنا عايزك كده تبقى متفائل وراضي تماما عن اللي حصل. اللي حصل ممتاز، اللي حصل كويس جدا. بقى عندك لعيبة تقيلة في وسط الملعب، تخيل معايا كده لاشين مع بوبو، الكارتي، قطة. تمام، انسى توريه خالص، انسى علي جبر خالص. كل الناس اللي مضايقاك دي انساها خالص، ما تحطهاش في دماغك، اعتبرهم مش موجودين. بقى عندك جناح برازيلي خطير هيمتعنا بإذن الله. وعندك الناحية التانية في ناس ربنا كده ينفخ في صورتها ويقدموا حاجة. ولسه عندك المهاجم الخطير بتاعك فيستون مايلي، فأنا عايزك تبقى متفائل جدا. الوضع ممتاز، والاهم من ده كله ان يوريتيتش موجود، وانت عارف الراجل ده بيعمل ايه في الفرقه وبيعرف يطلع منها ايه باقل الامكانيات. فالوضع تمام، احنا زي الفل. مش عايزك تقلق خالص، عايزك تبقى متفائل جدا. بيراميدز ما زالت اقوى سكواد في افريقيا، وانا وانت عارفين ان هي ولا بالاسامي ولا بالدولارات اللي بتدفع في اللعيبه ولا بالكلام ده كله خالص. اهدى، اتقل وشوف اللي جاي. بص بقى يا سيدي، انا عارف انك عملت لايك على الفيديو اللي فات، بس عايزك برضو المرة دي تعمل لايك على الفيديو ده، وعايزك تعمل كومنت برضو وتشجعني تاني، عشان الوضع مش محمسني قوي والمشاهدات مش احسن حاجة. بس كمل معايا عشان نقوي بعض. لايك جميل، كومنت، اي حاجة ان شاء الله، لو نقطتين حتى. ولسه ما عملتش اشتراك، اعمل اشتراك في القناة، فعل زر الجرس، شير الفيديو على صفحتك، شير الفيديو في اي حتة، على ستوري على الواتساب، اي حاجة شير. خلي الدنيا كلها تتفرج وتسمع وتشوف جمهور بيراميدز بيعمل ايه. وبس كده، سلام.